السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم الوصفة خفيفة تاع سكالوب الدجاج، شرائح الدجاج بالبطاطا المقلية. وصفة خفيفة، على بالي تحبوا حاجة خفيفة. شوفوا معايا، هنايا جبنا صدر الدجاج، قطعنا شرائح، درنا له الملح، نزيدو نديرو له الخل ونغسلوه كما راكم تشوفوا معايا هكذا، ونخلوه يقطر. بعد ما يقطر في الغيسيبيون نديرو له سكنجبير، ونزيدو الفلفل الكحل، واللي عنده خليط الدجاج ديروا له خليط الدجاج هكذا، وزيدوا له واحد 3 مغارف تاع زيت، خلطوها هكا بيديكم. ولا كانت عندكم غرفه تاع لاموطارد ديروا له لاموطارد. زيدوا ثلث سنه تاع الثوم، ربيوهم وخلوه يتدبل شويه، واحد 10 دقائق. حكموا مقله، ديروا فيها شويه تاع زبده مغرفه كبيره وشويه تاع زيت، نخلوه يسخن مليح، نخلو المقله تسخن مليح. وهنايا راني درت البطاطا ودرتها في المقله، ودوكا راني ندير في صدر الدجاج هكذا كما راكم تشوفوا، نخلوه يطيب على نار ماشي قليله ماشي متوسطه، شويه شويه هكذا. ومن ذاك تقلبوه. دوك تشوفوا هنا راح نفتح له، شوفوا كيفاش راه يطيب هكذا كامل الماء تاعو. وانا دوك هنايا نحي البطاطا المقليه، نديرها فوق فوق ورق باش تنفس الزيوت. شوفوا هنايا الماء يسخن تاعنا. واش نقولكم البنات، كلمه طري طاب الماء الزبده، سيو الوصفه وما تندموش عليها. وانا قلت لكم درت شويه صدر تاع دجاج، شويه فريت، شويه مايونيز، شويه كورنيشون مع زيتون، وهذه هي الوصفه الخفيفه. ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى. مع السلامه.